اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم روتين عند حماتي. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا اول حاجه بقى انا كنت بعجن في اليوم ده. فانا اول حاجه مسكت العجين عجنته الاول وسبته كده يخمر على ما اشوف اللي ورايا، على مثلا مغسل مواعيني، على ما احضر الغدا. الغدا يعني اللي هتقوم من على الفرن تتغدي بيه. انا عملت كده صينيه باميه وخلصت اللي ورايا. وطبعا فطرت الجماعه عندنا يعني. انا هنا بقى بكنس بعد ما عجنت وخلصت. اول حاجه انا كنت باخد كده شاي، بعمل شاي بعد الفطار بعد ما فطرنا. عملت لهم كده شاي وبعد كده انا قمت مسكت الدقيق. طبعا نخلته الاول، عجنته قبل كده يعني معاكم على ايامي. طبعا ما بيحتاجش يعني غير الخميره والملح وشويه زيت كده الاخر تلم بهم العجينه. وشويه السكر على الخميره وتدفي الميه. انا دفيت الميه عشان خاطر كان الجو النهارده ساقعه جامد، فحبيت ادفي الميه كده. طبعا انا بوريكم انا هنا خلاص خلصت المطبخ وروقت ورايا. ما فاضلش غير المواعين دي همسكها برضو اغسلها واكفيها عشان لما اقوم من على الخبيز ما يبقاش ورايا حاجه. لان طبعا هبقى اقوم بطلانه وكده من على الخبيز. وهعمل برضو صينيه باميه قبل ما اقعد اخبز. طبعا ده كلته وانا سايبه العجين لسه بيخمر. لان طبعا الجو ساقعه فالعجين بيغيب معاك على ما بيخمر. وانا عامله يعني بعمل كميه كبيره وبحطها في الفريزر. وهوريها لكم برضو في اخر الفيديو وانا بكيسها كده واحطها في الفريزر. بطلع الكيس بيفك معاكي في ثواني وبتطلعيه بتاكليه. وعايزه مثلا تسخنيه او كده تسخنيه، بس تسخنيه ساعه الغدا على طول وانت بتاكلي يعني عشان خاطر ما ينشفش معاكي او كده. بس هنا خلاص طبعا نضفت المواعين من الحاجه اللي فيها الاول وبعد كده مسكت الحوض دعكته. وبعد كده همسك ادعك المواعين كلها واسيبها كده تتصفى براحتها. والبيت برضو كان نضيف، كنت منضفاه من بالليل ومبيته نضيف لان انا عارفه ان انا هصبح مثلا اعجن فما مش هبه ملكه. ما بسحمش نفسي يعني في اليوم ده. انا مسكت البيت نضفته من بره. من بره يعني ومن جوه كنيسة السلم ونضفته وخليته نضيف وحلو عشان يعني اعجن الصبح وانا فايقه وما ورايش حاجه. وطبعا انا كنت منضفه المطبخ برضو مخليه ما فيهوش مواعين ولا حاجه. ده طبعا مواعين الفطار والحل مكان العجين. وطبعا الكوبايات دي برضو مكان الشاي ما كنا بنشربه شاي. بس هنا خلاص طبعا انا بقوم بدري فبملك يومي بدري وبخلص. انا خلصت خبيز وخلصت كل حاجه واتغدينا وغسلت المواعين وخلصت كل اللي ورايا. والعصر كان بيد. بس هنا خلاص طبعا هغسل بقى المواعين كلها زي ما قلت لكم وهسيبها كده. وهجيب بقى هجيب البصل هقطعه وهقطع الطماطم وهطلع كيس بامية كده وهطيبه. وهسيبها هديها يا دوبك تفك كده من بعضها واديها غلوة وبعد كده هاخدها احطها في الفرن. طبعا ما كانش مواعين ياما ولا حاجه فهمسكهم بسرعه اغسلهم. لو انت بقى سبتهم هيتراكموا عليكي وهيبهدلوكي في الغسيل. انما لما تغسلي حاجتك على طول اول باول ورا حاجت وراكي على طول فانت اللي على طول المطبخ يكون معاك نضيف. طبعا ده بيت حماتي عادة على جدنا. انا ما بستعرش من بيت حماتي ولا حاجه. مهما تكون البيت اللي انت قاعدة فيه لازم تنظفيه والكل يشهد بنظافتك فيه. حتى لو انت قاعدة في عشة والله لو هي أوضة ومصبوبة بعشك، لو هي متغفجة كده بشوية جش لازم تنظفيها وتخلي المكان اللي انت قاعدة فيه كده نضيف. وعايزه اقول لكم والله زي ما بعمل في بيتي انا بعمل في بيت حماتي. لا بستخسر صحتي في بيت حماتي ولا بستخسر اي حاجه. لان ده طبعا بيتي. وطبعا انا جوزي يعني وحيد ملهوش لا اخوات بنات ولا صبيان. فانا لازم انا اللي اكون
انا ايدي بكل حاجه. وطبعا ستي يعني ربنا يديها الصحه كبيره في السن، فما بتقدرش تعمل معايا حاجه. يعني انا اللي شايله البيت من تحت لفوق 3 ادوار، انا اللي شايلاهم. الحمد لله عمري ما اشتكيت، عمري ما قلت لا انا مش عامله كذا او مش مخليه كذا. الحاجه اللي ما بقدرش عليها ما بعملهاش، بسيبها لتاني يوم مثلا اعملها. يعني النهارده مثلا خبزت ولميت هدومي، كنت مصبنه وكده ولميت هدومي، خفت لا الدنيا تشتي عليها. اللي هو الطري انا نشرته على المنشر جوه في البرندة عشان خاطر الدنيا لو شتت برضو ما تشتيش عليهم. والناشف لميته وطبقته على طول، ما بحبش اركم هدوم ورايا، لان اكتر حاجه بتكركم معاكي الدنيا الهدوم. فانا لميتهم كده بعد ما خلصت طبعا كل اللي ورايا بيت حماتي، وكنست وغسلت المواعين مكان الغدا، ومسكت برضو العيش عبيت وخلصت كل اللي ورايا. طلعت بقى في شقتي لميت هدومي وطبقتها، ومسكت برضو كان عندي صحنين كده، كانوا هما صحنين 2 بس غسلتهم وبس. وده كان يوم سهل وعادي، ما الحمد لله ما اشتكيتش ولا قلت انا مش عامله او انا مش مخليه، لان انا لو ما عملتش مش هلاقي حد يعمل لي. بس هنا بقى خلصت المواعين وكفتها كده من المكان بتاعها، وبعد كده هولع بقى الطباخه دي، وهمسك بقى هعمل الغدا على طول. هعمل صينيه باميه كده، وهتشوفوا برضو الغدا. انا حبيت اصور لكم يومي ماشي ازاي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. طبعا انا كنت عامله تنظيف عميق للبيت تحت، كنت شايله اللجيسه طبعا ما غسلتهاش لان داخل علينا العيد فهغسل. طبعا اللجيسه مش زي السجاد خالص، ده غسلها سهل خالص. هما كانوا نضب بصراحه، فانا ما حبيتش يعني اقعد اغسل النهارده وارجع تاني اغسل في العيد. احنا متعودين ان الغسيل عند بيت حماتي في العيد، فهم كانوا نضافوا. دايما انا بمسك بالشرشوبه كده وبمشي، بحط على الشرشوبه شويه كلوركس الوان وامشي عليهم كده وشويه معطر، بيدوا ريحه حلوه وكمان بينضفوا معاك الحاجه. انا متعوده على طول امشي بالشرشوبه كده على طول على الجيسه، فعلى طول معايا نضيف. مفيش غير الجهاز بتاع المطبخ ده اللي هو يعني دايب شويه طبعا مكان العجين والحاجات دي. وبرضو بعمله بالمجشه كده، ببل المجشه وامسحه واقوم واخدها من الشرع على طول. يعني ايدي في بيتي تحت وفوق على طول الحمد لله يعني. هنا بقى هعمل باميه، طبعا خرطت بصل على توم على فلفل كله على بعضه كده، وقمت مشوحاه. وطبعا جبت الطماطم، عملت 3 4 طماطمات كده، وبعد كده حطيت حته صغيره من البنجر زي ما انتوا شفتوا. وبعد كده بشيل القشره اللي هي بره ده عشان ما تعملش معايا، وبضرب الطماطم في الخلاط وبصفيها زي ما انتوا شفتوا معايا كل حاجه في الفيديو. وبعد كده حطيت من الخلطه اللي انا بقول لكم ما بستغناش عنها نهائي. انا ما بستغناش عن الخلطه دي نهائي يا بنات، لان بيبقى عليها توم، بيبقى عليها خضره، بيبقى عليها كزبره ناشفه، بيبقى عليها كمون، فلفل اسمر، بيبقى عليها ايه يا رب تاني، بيبقى عليها توابل ياما قوي. فانا بدل ما اقعد احط مثلا لسه كزبره ناشفه واحط توابل واحط ده وده، بمسك شويه الخلطه احطهم فبتتبل لي معايا الحاجه، فما بتخلينيش ان انا لسه احط اي حاجه تانية غير مثلا احط تشعيره صغيره من الفلفل الاسمر، و عايزه تحط بقى كمون او كده بحط شويه صغيرين خالص. بس هنا خلاص طبعا بغسل الحاجة ورايا أول بأول، عشان طبعا زي ما قلت لكم المواعين ما تتركمش عليا وأقوم من على الخبيز نفسي تتسد وأبقى مليش نفس الحاجة. طبعا البتاع اللي قدامكم دي فيها شوية صابون، وفيها الاسبونج يعني اللي بغسل بيه طول النهار بمسك أغسل بيه. انما عشان كل شويه تطلعي صابون وتعملي فكده انت هتستهلكي صابون ياما، وكمان مش هيوفر معاك. فانا بحط كده شويه صابون زي ما شفت كده، وطول النهار امسك بقى اغسل بيها كده زي ما انتوا شايفين. بس هنا خلاص هخلصهم بقى. وبعد كده انا طبعا قمت بدري، خلصت لعيالي ووديتهم الحضانة، وخلصت برضو اللي ورايا في شقتي، نظفت شقتي وخلصتها. يعني ما كانش ورايا حاجة فيه اللي يا دوبك كانوا صحنين 2، فكنت سبتهم قلت انا كده هتأخر على العجين، فهنزل اعجن واخلص وبعد كده اما اطلع بالليل هعمله. ده يوم الطبيعي يا بنات، زي اي واحدة. بنزل من الصبح ما بطلعش مثلا الا مثلا على ما بخلص اللي ورايا كله. ده يوم الطبيعي، كل يوم انا بعمل كده. وانا طبيخ وكل حاجتي واكل وكل حاجتي تحت زي ما انتم شايفين كده. اليوم بس اللي انا بصور فيه الفيديو او كده، فانا بجيب الحاجة بتاعت اللي هصور بالفيديو وباخدها وبطبخها فوق. انما انا يومي عادي من ورا الكاميرا، زي ما انتم شفتوا كده. حبيت اجيب لكم يوم بالتفصيل، كل حاجة صورتها لكم.
بس ان شاء الله رمضان داخل علينا، وان شاء الله هنعمل مع بعض كل حاجة هنا في البيت هنا. يا رب الفيديو هنا النهاردة يكون خفيف عليكم كده ويكون عجبكم. اللي عجبه الفيديو النهاردة بقى ما ينسانيش بالله عليكم بالله. همسك بقى العجين خلاص خمر، همسكها بقى اجرسه. طبعا كل حاجة مشروحة ومعروفة في الفيديو، حبيت افضفض معاكم كده واتكلم وياكم. حابة اشكر الناس اللي دخلوا معايا جديد في قناتي، وبرضو الناس اللي معايا على راسي، انتم منورين على طول. يا رب كده اكون عند حسن ظنكم. يا ريت بقى فيديوهاتي كده تكون خفيفة وبتعجبكم. همسك بقى العجين كده 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 هجرسه كله زي ما انتم شايفين كده. هقطع العجين كده كله زي ما انتم شايفين معايا صغير كده، عشان طبعا لسه المكنة هتعمله فما يبقاش تخين معاك او كده. هقطعه طبعا، انا مش مالكه حلو يعني، لاني بصور بايد وبوريكم بعمله ازاي بالايد التانية. بس هنا خلاص بقى هعمل بقى الكاميرا، هفصل الكاميرا وهعمله كله زي ما انتم شايفين كده. طبعا ست بتعمل معايا عشان خاطر اخلص على طول. لان طبعا اكتر حاجه بتاخد التجريس بتاع العيش ده، لان بتصغر زي ما انتم شايفه كده. الخبيز ما بياخدش وقت زي تجريسه. بس هنا خلاص طبعا عملته كله، هسيبه برضو يرتاح على ما اركب الانبوبه واجهز حاجتي. وهنا خلاص كنت طفيت على الباميه. كنت طافيه عليها من بدري، بس حبيت كده ازودها شويه ميه واخدها بقى احطها في الفرن فريح وانا بغلي. هنا بقى حبيت احط لكم مقطع صغير كده من الخبيز عشان خاطر انا صورت معاكم ياما وانا بخبز وقدام الفرن برضو. هنا بنتي معلش عشان الكاميرا بتتهز وكده، بنتي اللي كانت بتصورني. هنا بقى هطلع بقى اللين والناشف ورايا زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا خلاص حبيت احط لكم يوم ماشي ازاي، يوم الطبيعي بدون تصنع، بدون اي حاجه. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف كده ويعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش بقى بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هخبز العجين بقى كله واخلصه، وبعد كده هنتغدوا. وساعة الغدا بقى غسلت خضار وغسلت وطلعت برضو خيار كده قطعته وطماطم، وطلعت البامية سخنتها يا دوب كده لان طبعا كانت بردت. سخنتها، وبعد كده ايه طلعت جبنة حادقة كده زي ما انتوا شايفين وحادق وخلاص كده. طبعا انا اسفه على تاخيري في الفيديوهات، غصبا عني سامحوني. ان شاء الله هحاول انزل معاكم فيديوهات على طول باذن الله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وهنا خلاص كنت خلاص عبيت العيش زي ما انتم شفتوا كده، بمسك بقى احطه في الفريزر وبطلع على جد الغدا. خلص فيديو النهارده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.